قدم نادي فياريال الإسباني مشروع تجديد ملعب لا سيراميكا الذي سيصبح ملعبا حديثا يتماشى مع المعايير الجديدة التي أصبحت تتوفر عليها أغلب الملاعب الجديدة. وستهم الأشغال في لا سيراميكا وضع سقف يغطي المدرجات كاملة، إضافة إلى تجديد المطعم الموجود في الملعب، وإحداث متحف خاص بفريق فياريال مع تجديد كامل للكراسي. وتقدر ميزانية أعمال التجديد ب 35 مليون يورو. وسيحافظ ملعب لا سيراميكا على طاقته الاستيعابية، وسيستمر في الاتساع ل 22 ألف متفرج. وقد قرر النادي عرض الشكل الجديد للملعب لجماهير فياريال. ملعب لا سيراميكا أو ملعب السيراميك هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في فياريال، غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم. يتسع الملعب لجلوس 25 ألف متفرج. يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه نادي فياريال مبارياته. تم افتتاح الملعب في سنة 1923. تم تغيير اسم الملعب من ملعب المادريغال إلى ملعب لا سيراميكا، وأول مباراة بالاسم الجديد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف ضد برشلونة في الدوري الإسباني في سنة 2016-2017.